يا صباح الفل عليكم. ايه الاخبار؟ عاملين ايه؟ كله تمام. تعالوا بقى عشان انا معايا شويه اخبار كده في جوه الجون كده. ماشي. بص يا باشا، اول حاجه بس الاول عشان ما ننساش نصلي على النبي عليه الصلاه والسلام ونحط لايك. ولو عشان احنا بننسى في اخر الفيديو، فاهم؟ حط لايك كده و... واشترك في القناه لو مش مشترك. وتعالى نخش في الموضوع. بسم الله الرحمن الرحيم. اعلان مودست اللي شفناه يا جدعان امبارح كان عالمي. انا شفت اعلان اقسم بالله، إيه الحلاوه دي. مبدئيا يعني الاعلان معمول على الساعه 12 او نزل 12 ونص بالليل. انا دخلت الساعه 7 الصبح لقيت عليه داخل على 300 الف رياكت، يعني 300 الف لايك ولاف وبتاع مشاهدات. مش عارف اشوف، يعني مش كاتب لي مشاهدات، تلاقيه معدي بقى مثلا 20 مليون ولا حاجه. اما 300 الف لايك، 300 الف لايك ولاف وبتاع ده احنا لسه ما عداش 7 8 ساعات، انت فاهم؟ ولا لما يكمل النهارده وبكره. لا يا جدعان، جمهور الاهلي كبير قوي يا جدعان. جمهور الاهلي جامد وتفاعله كمان، سيبك من ان هو كبير، تفاعله جامد قوي على السوشيال ميديا. وده مش كلامنا، ده كلام الفيفا والارقام يعني. هو نفسه مودست نفسه اتخض اصلا، يعني اتخض من كميه الفولورز والمتابعين اللي دخلوا على اكونتاته الرسميه اللي على انستجرام واللي على تويتر واللي على، فاهم؟ الحاجات اللي على السوشيال ميديا بتاعته. دخلوا جمهور الاهلي عملوا له فولو في كل حته، انت فاهم؟ فمتابعينه زادت جدا. فهو ايه ده يا معلم؟ ده ايه الجمهور ده؟ ايه الجمهور الجامد ده؟ فاهم؟ وكمان جوميز، اللي هو اللعيب اللي كان بيلعب في الهلال السعودي وجالاتا سراي التركي. يعني عمل له تويتر اللي هو بيهنئه ان هو راح اكبر نادي في افريقيا والنادي المسيطر على افريقيا كلها يعني. فالاعلان وجمال الاعلان يا جدعان، ودخول على هنا القاهره وبعدين هنا الاهلي. واخد بالك؟ هنا القاهره الاول وبعدين هنا الاهلي. تمام؟ عشان محدش يتكلم عن الوطنيه، بس مصر الاول وبعدين الاهلي. يعني الاهلي حاطط ان مصر الاول وبعدين الاهلي، عشان بس الناس اللي بتتكلم عن الوطنيه وبتدخل الوطنيه في حاجات ملهاش علاقه يعني. مع ان من الوطنيه انك تديني اللعيبه العب السوبر. المهم علينا عشان ما نطلعش من الموضوع. دخول على اغنية سيد درويش، حاجة يعني جمال ودلال وعظمة. وانا مش عارف والله العظيم الفيديو، انا يعني جسمي اشعر كده، حسيت ان انا رجعت ب 20 سنة ورا. تقول لي 20 سنة؟ انت عمرك كام سنة؟ اقول لك انا مواليد 90، انا قديم شوية، بس شكلي بقى ان انا مش كده يعني. الحمد لله. المهم ما علينا. آه، دخول على اغنيه سيد درويش، بعدين بيقلب كوبايه الشاي اللي هي الكشري، مش كوبايه شاي فتله بقى، كشري، انت فاهم؟ وبيقلب وفيها نعناع وبتاع. انا فجاه حسيت ان انا في قهوه زمان وانا عندي مثلا 14 15 سنه، وداخل قهوه يعني قهوه عاديه جدا، فاهم؟ قهوه عاديه جدا بسيطه جدا. ورجعني 20 سنه والله العظيم، زي ما بقول لك كده، يعني 20 سنه، 15 18 سنه ورا. يعني لما كنت انا فاهم في سن 14 15 سنه. حاجه يعني بجد والله العظيم عظمه. الناس اللي فكرت في الفكره دي عظمه بجد يعني. كمان هو يبص على الحيطه كده يلاقي صوره جيل 82، الجيل اول جيل كسب بطوله افريقيا. تمام؟ اول جيل للنادي الاهلي كسب بطوله افريقيا. ويبص جنبيه يلاقي مانويل جوزيه. الجوزيه اللي هو جاب لك اكتر بطولات للنادي، اكتر مدرب جاب بطولات للنادي الاهلي. حققنا معاه انجازات ورحنا كاس العالم للانديه، اول مره تقريبا كانت على ايديه. وخدنا مركز ثالث. وجابوا الفريق بتاع 2006 اللي راح اول مره كاس عالم، حاطين صورته برده. حاجه يا جماعه يعني جمال، اقسم بالله العظيم. يعني الفيديو دقيقه ودقيقه وكام ثانيه، ما كملش 10 ثواني. يعني اللي هو ايه كل العظمه دي في الدقيقه دي؟ يعني ايه الجمال ده؟ وبعدين
هو بقى بيقول بيتكلم ان مدخلين اغنيه، ودخلوا كمان اغنيه بتاعت مغنيه فرنسيه بس انا نسيت اسمها، مع اغنيه سيد درويش، بعد اغنيه سيد درويش، وعملوا ميكس كده يا جدعان. انا طبعا ما انتوا اكيد شفتوه، بس انا عشان بس الموضوع عجبني جدا، فانا مش عارف ابطل كلام عليه. تعالوا نخش على الموضوع اللي بعده. الاهلي لعب ماتش ودي امبارح، والزمالك لعب ماتش ودي امبارح. الاهلي لعب مع طلائع الجيش والمدرب عبد الحميد بسيوني، كسب 1-0. الاهلي كسب 1-0 بضربة جزاء مروان عطية في الدقيقة الرابعة، وجت ضربة جزاء تانية شاطها رضا سليم ضاعت، وجت ضربة جزاء تالتة لطلائع الجيش في اخر الماتش مصطفى شوبير صدها. واضح ان مصطفى شوبير تخصص ضربات جزاء. عاش صوصة، الله اكبر عليك يا ابني. خلص الماتش 1-0. طلع عبد الحميد بسيوني قال كل الخطه اللي يعني كولر ما كانش عايز الماتش يتذاع عشان هو بيحضر للسوبر. عبد الحميد بسيوني طلع تقريبا قال كل الخطه، وقال كل اللعيبه اللي لعبت، وقال كل حاجه، فاهم، مع المذيع وفي المؤتمر. ماشي يا عم عبد الحميد. وقال لك كمان ان المهاجم الجديد ده هينفع الاهلي جدا في خطته دي. متشكرين يا باشا، متشكرين يا عم، متشكرين. الاهلي عدى من الماتش الودي وما كانش بيرسي موجود طبعا، وعلي معلول مش موجود، ديانج جه. بس هو ناقص لك علي معلول. بيرسي تاو جه خلاص النهارده الصبح. الاهلي مستني بس البطاقه الدوليه من المانيا، من النادي الالماني يعني اللي هو بروسيا دورتموند ده، عشان يلعب يأيده في القائمه بتاعته في السوبر اللي جاي. وهو عايز يأيده، خلي بالك هو مش عايز برضو ايه يدفع بيه اول مره، يعني هو لو الاهلي كسبان هينزله في الشوط الثاني، يعني لو أيده هينزل في الشوط الثاني. كسبان مش كسبان، ممكن لو مش كسبان ممكن ما يضحيش بيه، عشان لو طلع خسران مثلا او الماتش انتهى تعادل وكده وضربات جزاء، يبقى ما يحصلش هجوم عليه ويقول لك ادي المهاجم اللي انت جايبه اللي عنده 35 سنه اللي مش عارف ايه والزيطه، فاهم، ويحطوه تحت ضغطه. هو اصلا مش في دماغه، بس هو هيحطوه تحت ضغطه وكده، ويخلي الجمهور الاهلي يقلبوا عليه. المهم هما مش هيعملوا اللقطه دي. كولر برضو ذكي، مش هينزله لو هو ايه كسبان 1-0 متعادل وحاسس ان هو هيجيب جون، انت فاهم. هينزله مثلا نص ساعه يعمل له كام اوفر في كام سروق، يخلق له فرص ان هو يجيب جون، فنجمه يعلى اكتر، فجمهور الاهلي يحبه اكتر، فبص الصفقه جت وبتاع، خلاص هتبقى يعني الصفقه عالميه. نخش على قرعة الدوري المصري. بص يا باشا، قرعة الدوري المصري كالمعتاد طبعا، كالمعتاد طريق الزمالك جميل جدا، جميل جميل جميل، وطريق الاهلي فاهم يديك مطبات 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 وفاهم اللي هو ايه. تقول لي ايه على اساس انت بتقول كده؟ اقول لك تعالى اقول لك انا على اساس ايه. ماتشات الزمالك تمام. اول ماتش عنده بيراميدز، تقول لي ايه ده وانت عنده بيراميدز وبتقول ايه ده؟ بس ايه ده؟ ايه بيراميدز هيتاجل؟ يعني بيراميدز هيتاجل ليه يا باشا؟ بيراميدز هيتاجل عشان بيراميدز عنده ماتش في بطوله افريقيا. طب ما الاهلي عنده ماتش في بطوله، لا ما هو الاهلي هيلعب ماتش وماليك فيه، يبقى ماليك فيه، هو الاهلي هيلعب ماليك فيه. فبيراميدز هيتاجل له اول ماتش مع الزمالك، والزمالك هيتاجل له اول ماتش، تمام. ده اللي هو فين؟ في القاهره برضه، تمام. تاني ماتش المقاولين العرب اللي هو فين؟ في القاهره، تمام. تالت ماتش سموحه اللي هو في اسكندريه، بس هيتلعب الماتش في القاهره برضه. نخلي الماتش التاني في الدور التاني يبقى يلعبوه في اسكندريه، تمام، عشان الزمالك يقف على رجله كده، عشان ما فاهم نقعد نتعبه ونصفره، لا طبعا. نخش على الماتش الرابع، عنده مين؟ انبي فين؟ في القاهره هنا. الماتش الخامس عنده زد في القاهره. الماتش السادس عنده فيوتشر فين؟ في القاهره هنا. الماتش السابع عنده الاتحاد السكندري، بس ده في اسكندريه يا راضي. لا ما هو برضه هيعمل زي ما عمل مع سموحه، هيخلي الدور الاول هنا في القاهره والدور الثاني في اسكندريه،
تمام. ادي كده كام؟ 8 ماتشات. 8 ماتشات الزمالك مش خارج، مش هيطلع بره القاهره، هيلعب يعني. ما 8 ماتشات دي يعني اللي هو كام ايه، 8 اسابيع. 8 اسابيع صح. 8 اسابيع الزمالك مش هيخرج من، يعني داخل في شهرين الزمالك هيلعب في القاهره، مش خارج بره القاهره. تعال نشوف بقى الاهلي. تعال اوريك الاهلي. بص الاهلي يا باشا. الاهلي اول ماتش مع المصري. طب مع الزمالك مع بيراميدز. بس الاهلي هيلعب الماتش. الاهلي مش هيتاجل له الماتش. ليه؟ ومش الاهلي هيلعب افريقيا؟ لا هيلعب افريقيا. هيلعب افريقيا ويلعب السوبر الافريقي كمان، وهيلعب كل حاجه. بس هو كيفي كده، عارف؟ كيفي كده كيفي هنا، انت فاهم؟ فاهم؟ عايزين عطلوه في اي حاجه وخلاص. اتعطل في اي حاجه. هتاخد السوبر، هتعرف تكسب في افريقيا، بس ايه تعادل بقى في الدوري او يخسر زي الدوري اللي فات كده لما قابلنا المصري برضو وتعادلنا في اخر دقيقه. هتلعبوا فين المصري؟ في برج العرب، لان المصري انت ولا بتلعبه في القاهره ولا بتلعبه في بورسعيد، فالماتش بيتلعب، الماتشين بيتلعبوا في في اسكندريه في برج العرب. الماتش التالت مع الاسماعيلي. نفس القصه، انت ولا بتروح له الاسماعيليه ولا هو بيجي لك القاهره، فبتلعبوا الماتشين فين؟ في اسكندريه في برج العرب. تمام، واخد بالك انت؟ ده الماتش التالت. الماتش الرابع مع الجونه في الغردقه. هناك بقى، فاهم؟ 600 700 كيلو بقى، يلا روح هناك. انت فاهم الدنيا ماشيه ازاي؟ عشان انت بتقول بس الاهلي بيتظبط والدنيا متظبطه عليه. انا بس بوريك بس الدنيا ماشيه ازاي يعني. ماشي. امبارح الناس في نادي الزمالك مسكوا صوره مرتضى منصور اللي هي بتبقى محطوطه جنب الرؤساء اللي مسكوا نادي الزمالك. نزلوا الصوره وكسروها وطلعوا البتاع وقطعوها ودشملوها خالص. تمام. اتقدم حسين لبيب، كابتن حسين لبيب واحمد سليمان في قائمه المرشحه لرئاسه نادي الزمالك. وتقدم فاروق جعفر برضو بقائمه لوحده. وبيقول لك ايمن يونس هيتقدم ومش عارف. وهتلاقي بقى بص الفتره اللي جايه ده يعني. بص هيمسكوا في بعض. هتشوف بص اللي عمرك ما شفته. هتشوف فيديوهات في الانتخابات اللي جايه دي عمرك ما شفتها في حياتك. تمام. احمد دياب رئيس الرابطه طلع قال لك هنرجع الجمهور. طب حلو، هنرجع الجمهور. ايه الدنيا؟ انا عايزين بقى ونشوف بقى. مش انت سخنت على الكلام بالناس السعوديين وبتاع وقعدوا يعملوا مقارنات بين الدوري المصري والدوري السعودي وانت سخنت؟ يلا ورينا. قال لك هنخلي هندي المطوشه نص ساعه الاستاد، يعني هنديكوا نص ساعه الاستاد للجماهير. تمام. بس هنبدا الدوري ب 5000 مشجع. لا يا راجل، يا سلام، ما عرفتكش انا بقى كده. ايه بقى اللي انت عملته كده؟ يعني لما تبدا لي ب 5000 وانا كنت ببدا ب 3000 وكنت ببدا ساعات ب 5000. ايه الجديد في اللي انت عملته يعني؟ فين الجديد يعني؟ اديني نص ساعه الاستاد وابدا بنص ساعه الاستاد. ما احنا لعبنا متوشه بساعه الاستاد كلها في الاهلي وللزمالك في بطوله افريقيا وما حصلش حاجه. ليه؟ عشان الاهلي هيستفاد يعني من جمهوره؟ مش عارف والله العظيم. يعني انتوا يا جماعه انتوا مستفيدين. يا جماعه انتوا هتستفادوا يعني. في فلوس داخله، في ناس هتدفع فلوس تذاكر، هتستفادوا يعني. في ايه؟ وقال لك كمان التصوير هيبقى مختلف وهيبقى الجودة اعلى وهيبقى شكله احلى وبتاع. اما نشوف. ادي الجمل وادي النخل. ودي تكون نهاية ودايدي. ايه ودايدي دي؟ مش عارف. ودي تكون نهاية الحلقة. يا رب تكون عجبتكم. متنساش تعمل لايك وتشترك في القناة. تصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. وسلام.